اهلا بيكم في حلقه جديده يا شباب، والنهارده هنجرب مع بعض كيرسر لاول مره بعد ما حملناه في الحلقه اللي فاتت. وارجع شوفها لو ما شفتهاش. كيرسر هو كود اديتور بيساعد جدا الكودرز، يديهم الفرصه ان هو يفتح عندهم على اليمين كده ذكاء اصطناعي او اي. بيستخدم كل اللارج لانجويج مودلز اللي احنا عاملين عليها كورس كامل ازاي تتعلمها، تقنيه المستقبل والحاضر. اول كورس مجاني باللغه العربيه عنها هتلاقوه برضه ظهر لكم فوق على اليمين او على الشمال. فهو بيفتح تاب على اليمين كده فيها اي كانه جي بي تي بالظبط، بس بيعدل في الكود نفسه. وبيكون في اكتر من حوالي 20 موديل موجود هنا، والبرنامج هو اللي بيختار انهم موديل هيكون مناسب اكتر اللي انت بتطلبه. فانا اول حاجه عملت فايل اسمه يوتيوب دوت باي وهقول له اعمل فيه كالكوليتر. فطبعا اول حاجه كنترول اي ده بيفتحه وبيقفله. فبعد ما ادوس كنترول اي لازم اقول له الكود فايل اللي انا بشتغل عليه، فادوس هنا اد كونتكست واختار هنا يوتيوب دوت باي عشان اقول له ان هو احنا بنشتغل دلوقتي على الفايل ده، وكمان اختار الفايل الثاني بالمره هو كالك 2 دوت باي. كده بيشتغل على الفايلين في نفس الوقت. اقول له اي وونت، ودلوقتي هو المفروض ان هو يكتب الكود كامل بتاع الكالكوليتر. تعالوا نشوف هياخد قد ايه وهيطول ولا لا، والنتيجه تبقى عامله ازاي مع بعض. ودلوقتي هو عمل ريد للفايل وبيقول لك فعلا ان هو شايفه امتي، هو فعلا دلوقتي فاضي ما فيهوش اي حاجه. ودلوقتي هو عمل جنريت الكود كله وقايل لك طبعا على اليمين في ايه اللي موجود، وممكن تساله اسئله عن الموجود في الكود هنا. لكن اهم حاجه تدوس كيب اول عشان يخلي الكود ده موجود ونقدر نعمله ران. فدلوقتي هران واشوف هيبقى عامل ازاي. عملنا ران اهو، هنلاقيه ظهر عندنا كالكوليتر عاديه جدا جميل 8 في 8 و64. فزي ما انتم شايفين الويتس بتاعها صغير شويه، الجزء ده مش باين. فهقول له عدى دلوقتي على الكود كان يو، هقول له زود الويتس شويه، وهو دلوقتي عدل الموضوع ده وجه هنا عدل اللاين كمان. بيقول لك اللاين اللي هو عدله بالظبط، يعني هو دلوقتي شال اللاين اللي فوق ده بخلاه بالاحمر، واللي بالاخضر ده هو اللي ضافه. هدوس كيب اول، ظهرت اهي وبقى الويتس بتاعها فعلا اكبر 9 في 9، دلوقتي بقى 81. ممتاز جدا. تعالوا بقى دلوقتي نجرب حاجه لذيذه جدا. انا ممكن اضيف له كونتكست باكتر من شكل مختلف. يعني ايه كونتكست اصلا؟ وده اللي احنا هنتعلمه في اللارج لانجويج موديل، يعني الكورس فاونديشنال القوي جدا اللي بنتكلم عنه. كونتكست يعني اكنك بتقول له اللي بيحصل، اكنك بتفهمه الدنيا والليله كلها، وبتدي له ريفرنسز وريسورسز عشان يستخدمها في ان هو يجنريت الريسبونس بتاعه. فالحاجات اللي ممكن اديها له هي ايه؟ هي الكودز اللي موجوده او فايلز او فولدرز او دوكس. ممكن اديله دوكيمنت معين، او اديله جيت هاب ريبو، او اديله شات قديمه، او اديله رولز او تيرمينال وكل الكلام ده. لكن انا هجرب دلوقتي اديله ويب، اديله لينك ويب سايت. دلوقتي فاتح جيكس فور جيكس الموقع المشهور. كنترول سي، هاخد اللينك واجي هنا اعمل له بيست. اللينك ده هقول له اكوردنج، فهقول له اكوردنج اللينك ده واللينك اللي انا بعته لك ده اعمل شبهه في الكالكوليتر بتاعتنا، وندوس انتر. واديه عمل جنريتنج للتشينجز. وعلى فكره احنا ممكن نعدل واحد واحد فيهم، مش لازم ان احنا نعدلهم كلهم يعني. فدلوقتي مثلا لو انا رحت للثلاثه من ثلاثه ده اخر اكتشينج خالص، ممكن اعمل له كيب او اعمل له اندو. فهعمل كيب فكده عدلته هيتبقى تو تشينجز وهكذا. لكن انا هعمل على طول كيب اول عشان يغير كله مره واحده، ودي اصغر بكتير من اللي فاتت. وتعالوا نشغلها نشوف هتبقى عامله ازاي. وزي ما انتم شايفين هي شغاله اهي زي الاولى بالظبط، وكمان كود اصغر بكتير. فعشان كده مهم جدا فكره انك تديله ريفرنس يشتغل على اساسه. طيب خلونا بقى نجرب فكره جديده ولذيذه جدا، ان احنا نديله سكرين شوتس. هعمل سنابنج تول، اختار اوري له الكالكوليتر دي، اقول له ايه؟ اقول له غير لي الالوان دي. هعمل بيست، فلما عملت بيست وطلع لي ايمج هنا معنى كده ان هو خد الايمج فعلا. هقول له اكوردنج دلوقتي، ودلوقتي هو عمل التشينجز. تعالوا نعمل كيب اول ونشوف شكلها بقى عامل ازاي. وفعلا هو غيرها، يعني نجحها زي الاولى، بس هو غير الالوان فعلا. ممكن بقى نقول له مثلا غير الالوان حاجه معينه، خليها لون معين او كذا. تعالوا بقى دلوقتي نخش على كالك 2 دوت باي واقول له اعمل لي ديزاين مختلف تماما للكالكوليتر هناك. عقبال ما يطلع النتيجه عايز اوريكم حاجه، ان لو جيت هنا عند سيتنجز ودخلت عند مودلز هتبين لك كل المودلز اللي هو دلوقتي شغاله عليه وهو بيستخدمها. ممكن نغير ونزود، يعني مثلا لو فتحنا الموديل ده دلوقتي هينكلود الموديل ده ويبدا يكونسيدره كواحد من الاوبشنز اللي موجوده. وزي ما انتم شايفين هو اب تو ديت، فعنده جي بي تي 5 اللي هو لسه نازل، فحاجه كويسه جدا. وفي بقى لو عملنا فيو اول مودلز هنلاقي كل المودلز الموجوده هنا. وبس كده يعني. تعالوا دلوقتي نشوف بقى اللي هو عمله في كالك 2 دوت باي. هدوس كيب اول واعمل ران اشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. نعمل ران، وهي دي النتيجه اللي هو عملها. غير خالص الديزاين وعمل ديزاين مختلف تماما. مثلا ممكن اقول له 8 تايمز 8، لكن المشكله ان مفيش ايكوال باتن، هو مش حاطط هنا علامه الايكوال خالص، مفيش اي حاجه بيخليه ديسبلاي الانسر. فممكن برضو اخد سكرين شوت كمان مره، اقول له يا عم تعالى حط لي علامه ايكوال كمان مره. نيجي عند شات كنترول في، نعمل بيست بليز اد ان، وهنعمل كيب اول. حطه دلوقتي زي ما انتم شايفين مثلا 2 divided 2 equal to 1. تمام وشغال زي الفل. وبس كده، هو ده كان التوتوريال بتاعنا النهارده. هو ده كيرسر اي اي، وهي دي تكنولوجيا اللارج لانجويج مودلز اللي دلوقتي ممكن تخش في اكتر من ابلكيشن وتبقى انتجريتد في اكتر من ابلكيشن، فتخليه احسن ويساعد الناس اكتر بكتير.
ما تنسوش تبصوا على الكورس بتاع اللارج لانجوج مودلز اللي هينزل منه حلقات ان شاء الله، مش هطول فيه يعني، وهينزل دايما حلقات، وفعلا هو منظم ويكفر اغلب التوبكس الفاونديشنال في التقنيه دي اللي هي تعتبر المستقبل، واي حد بيفكر يشتغل بره لازم يكون متعلمها لو بيشتغل في مجال الاي اي يعني بالتحديد. وبس شكرا جدا ليكم بالمشاهده، ما تنسونيش باللايك، سبسكرايب، كومنت، شير، وشكرا جدا ليكم على الدعم المستمر. مع السلامه.